السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا عن روتين جميل جدا هنبدأه مع بعض من الساعة 7 الصبح. هننزل سوق، هنطلع نعمل كده شوية حاجات في البيت، وكالعادة وربنا ما يقطع علينا عادة هبدأ الروتين من أوضة ولادي إن شاء الله. هطلع معاكم الدفايات والبطاطين. خلاص بقى الجو ساقع شوية، وطبعا مش هطلع كل البطاطين، هي بطانية لكل سرير مش اكتر. بس الاول ما تنسونيش باللايك والاشتراك، اللي اول مرة بتشوف القناة فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. يلا بينا ندخل على الروتين. بصوا بقى، ده كانت الساعة 7 الصبح، يدوبك ولادي نزلوا المدارس وبدأ بقى اليوم، وانا طبعا واقفة في الشباك كده ببص عليهم. لقيت كانت في عندنا كده في المنطقة ست بتاعت خضار، ربنا يوسع عليها ويرزقها على قد ما بتسعى ورا أكل عيشها هي وكل اللي زيها. لسه جاية بقى ايه بالتريسيكل. بصوا اهو، بينزل لها الخضار، والخضار طازة كده ونازل بالندى بتاعه. فطبعا انا ما كدبتش خبر ولبست بسرعة ونزلت جبت شوية الخضار اللي انا محتاجاهم النهاردة دول. جبت قلقاس، عملوا لي كيلو وربع بحوالي 12 جنيه. انا فاكره على حسب ما افتكر الاسعار، لان طبعا بسجل الفيديو بعدها بكام يوم، لان فيديو القلقاس كان سابقه بيومين تلاتة، الكلام ده من يومين تلاتة، فالاسعار كل يوم متغيره. الطماطم الكيلو وربع ب10. جايبه ب5 جنيه بتنجان و5 جنيه فلفل شطه، وجايبه كيلو وربع خيار ب10 جنيه، وجايبه الليمون برضو كيلو وربع ب10 جنيه. بس الليمون رخص كمان، بقى كيلو ونص ب10. ان شاء الله الفيديو عجبكم. طبعا انا كنت نزلت لكم فيديو القلقاس قبلها بيومين تلاتة بالتفصيل الممل، عشان طبعا في بنات سنة اولى بقى مطبخ مقدمين على الجواز ملهمش حد يعلمهم، او حتى اللي له حد يعلمه القلقاس برضو اكلة معظم الناس مش بتعملها. ودي بقى طبعا مقتطفات كده بسيطة بالنسبة للسردين الحادق، انا كنت عاملاه برضو في الفيديو، هنزل لكم بالتفاصيل ان شاء الله برضو بفيديو لوحده. بس ده يعني ايه، لقطات كده بسيطة للروتين النهاردة سريعا قبل ما ندخله بقى عليه بالتفصيل. ايه، بصوا كل اللي انا قلته لكم هو اللي انا عملته. نزلت سوق، عملت قلقاس مطبوخ وقلقاس مسلوق، وطلعت شمست الفرش، حاجات كتير اتعملت في اليوم دوت. ساعات كده بيجيلك يوم طاقتك فيه بتبقى كبيرة بتعملي فيه كل حاجة، وايام تانية طبعا بتكوني مريحة فيها جدا. ففي ايام بتشيل ايام. يعني ايه ايام بتشيل ايام؟ يعني ساعات يبقى عندك طاقة تعملي فيها كل حاجة، وايام تانية دوبك على قد الاكل. فاليوم اللي بتبقي مثلا باذله فيه مجهود زياده، ده بيساعدك انك ترتاحي بعديه كام يوم كمان، لانك عامله كل حاجه فيه. فمش محتاجه طبعا، مش كل يوم هتغسلي سجاد، مش كل يوم هتسيقي، مش كل يوم كده يعني هتنزلي سوق، تنزلي سوق تجيبي كذا اكله، انا قصدي كده. يلا بقى نبدأ اليوم. أول حاجة سميت الله وفتحت الشباك. لازم تغيري الهواء بتاع شقتك، تطلعي طاقة سلبية تدخلي طاقة إيجابية وتسمي الله. وطبعا لميت بقى الملايات والفرش بقى اللي عايز يتغسل، وطلعت الدفايات بقى، كل سنة وانتم طيبين، الشتاء خلاص دخل علينا، فالسراير لازم بقى ندفيها. طلعت بقى الدفايات الحلوة دي وقلت اشمسها قبل ما افرشها. شمستها وطلعت برضو اكياس مخدات مناسبة ليها وحطيتهم يتشمسوا. على بقى ده كله ما ياخد وقته يعني في الشباك، دخلت قلت اطبخ بسرعة بسرعة. طلعت بقى القلقاس، قشرته كده على السريع زي ما شفتوا تقشيره زي البطاطس، تقسميها كده كذا قطعة عشان تبقى سهلة عليكي في التقشير. بس كده زي ما شايفة، وقطعيه كده مكعبات بسرعة. يعني على ما بعمل شغلة وديها وقتها. مثلا زي الفرش يتشمس، قلت اعمل ايه الاكل اكسب وقت، يعني بعمل كذا شغله في نفس الوقت. والقلقاس غسلته ونقعته في ميه سخنه وليمون، وقلت اضرب بقى خضرته في الخلاط، ونزلت بالقلقاس على الشوربه. وخدت بقى ايه الخضره المضروبه دي، صفيتها في مصفى، وشلت التفل بتاعها على جنب، وسبت القلقاس يستوي براحته. قلت بقى على القلقاس ما يستوي اكسب وقت وادخل على اوضه نومي. برضو لميت فرش السراير بتاعها. بصوا بقى ايه، كنت اليوم ده عندي مش عايزه اقول لكم طاقه، وعندي بقى كده حماس للشغل وكل حاجه عايزه اعملها. وشغلت كمان الغساله، بس الفول اوتوماتيك، لان ده فرش سراير نظيف يعني بيتلم نظيف على الفرش.
فيعني كل حاجة صراحة انجزتها بقى في اليوم ده. فلميت بقى ايه برضو فرش السرير اللي كان موجود، وحطيت مكانه دفايات برضو، وطلعت بقى ايه اكياس المخدات اللي لونها كده قريب منها، وقلت اظبط بقى اوضه نومي كده بقت زي الفل برضو، وشيشتها ورشيتها وبقت زي الفل برضو. طلعت بقى على اوضه ولادي، دخلت الدفايات فرشتها، وطلعت بطانيه لكل سرير كمان. وكده بقى خلاص بدأت يعني اطلع البطاطين حاجه حاجه. برضو كمان اسبوع كده هطلع بطانية كمان لكل سرير. يعني المهم ان انا دفيت السراير، فرشت السجاد اللي انا كنت غاسلاه معاكم من كام فيديو فاتوا. يعني مهم الشقة كلها الحمد لله كده دفيتها، وبقت خلاص جوها جو شتوي 100%. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. رجعنا بقى تاني نشوف بقى القلقاس بتاعنا استوى ولا لا. زي ما قلت لكم انا طبعا طلعت فرش في الشباك ورجعت اطبخ، وبعدين علقت على القلقاس ورجعت كملت الشقة. وبعدين رجعت بقى لقيت القلقاس لسه عايش شوية، سبته. قلت اعمل بقى القلقاس المطبوخ بالصلصة. جبت بقى كده ايه كسرونة، لان عاملاه في كسرونة صغيرة عشان ما فيش غير بابانا بس اللي بيحب النوع ده. احنا بنحب القلقاس المسلوق بالخضر. حطيت بقى بصلايه وتبلتها وشويه ومعلقه سمنه، وشوحتها كده على النار لحد ما لونها كده غمق شويه، ونزلت بقى بعصير الطماطم وعليهم معلقتين صلصه، وبعدين حطيت شويه ميه صغيرين وسبتها تتسبك براحتها. بس كده وسبتها بقى تتسبك براحتها. وما تنسيش ان انا متبله ملح فلفل كمون بصل وتوم بودره. خلاص كده اهوت، سبتها بقى تتسبك لحد برضو ما اشوف هكمل ايه في الاكل وناقصه ايه. في الوقت ده بقى كان خلاص القلقاس دخل بقى في السوا واستوى تقريبا. فقلت اعمل بقى ايه الطشه بتاعته. الاول سقطت بقى بعد التسبيكه ما اتعملت، سقطت بقيه القلقاس اللي عندي، وبعدين هسيبه بقى ده يستوي براحته على ما اعمل إيه، اشوف بقى القلقاس التاني واللي ورايا يعني. بصوا انا بسجل لكم الساعة 10 بالليل، فانا كنت خلصانة بقى من يوم طويل في شغل ونزول وطلوع وكده، فانا فصلت يعني بصراحة. بصوا خلاص اهوت القلقاس استوى تقريبا النوعين، وخلاص بقى بعمل الطشة بقى اللي هي تفل الخضرة الاول بنزل بيه. اول ما لونه يتغير بنزل بالتومة المهروسة برضو متبلة. اول لونها ما يبدأ يصفر، ما يحمرش، هو يصفر بس. وحطيت شوية ملح، وبعد كده بقى هنزل بيها على حلة القلقاس المسلوق في الشوربة، وهاخد معلقة للقلقاس المطبوخ بالصلصة، لان القلقاس المطبوخ بالصلصة هو كمان لازم يتعمل له طشة. بس اهو نزلت، وكنت واخدة ساعتها المعلقة اللي نزلت بيها على القلقاس اللي بالصلصة. خلاص بصوا القلقاس بتاعي بقى بقى دايب كده ومستوي اهو. تبصي دايب كده ومستوي على الاخر. بصوا شكله يفتح النفس والله. وبعدين بقى اللحمه اللي انا كنت نشلها بقى من الشوربه نزلت بيها على بقى القلقاس، وحطيت هنا لحمه وهنا لحمه، وده كمان استوى بقى زي العسل. بصوا مسبك بقى وجميل ازاي، وبرده الطشه عامله له طعم حكايه. وبألف هنا وشفا، وغرفت بقى الاكل وحطيت لهم الغدا. نيجي بقى بعد الغدا عملت ايه تاني يا مسامة؟ مش بقول لكم النهارده الروتين مليان حاجات حلوه. كنت شاريه نص سردين بلدي، وقلت بقى املحه. جبت بقى بعد طبعا عملت خطوات كتير هنزلها لكم في فيديو لوحده لحد بس ما اشوف نتيجته ان شاء الله بعد كام يوم. خلاص قمت جايه حاطه بقى في العلب على الملح والشطه وقفلت. وبرده كنت جايبه الليمون اللي شفته في اول الفيديو سلقته. تسلقي الليمون مش حكايه، تغسليه كويس وتحطيه في حله فيها ميه وتديله حوالي كده نص ساعه او ساعه الا ربع على النار لحد بقى ما يطرى معاكي ويستوي. تقومي جايه على طول حاطه برطمانات مع شطه خضراء، وبس تحوشي شويه ميه من سليق الليمون، وتزودي عليها ميه عاديه مع كيس ملح مع معلقتين 3 شطة او هريسة شطة الموجودة عندك، وتعملي احلى برطمان في الدنيا وبألف هنا وشفا. وده كان يومي النهاردة، وان شاء الله هنزل لكم فيديو لوحده لليمون وفيديو لوحده للسردين بس اشوف نتيجته. ايوه بس كده. وده كان الفيديو بتاعي النهارده والروتين بتاعي اللي مليان حاجات كتيره اتعملت. وما تنسيش باللايك والاشتراك لأول مره يشوف القناه. السلام عليكم.